أهلا بيكم في قناة قصص وروايات. أكلمكم النهاردة عن قصة القطة والجرو الصغير. الجزء الأول. كان يا مكان في بيت جميل جدا مليان شمس دافية وزرع أخضر في كل حتة، وكان في حوش صغير. الحوش ده كان مليان ورد بمختلف الألوان، الأسس متصفى جنب السور ومليانة زهور حمراء وبني وبنفسجي، وكان في ركن كده في الحوش معمول للنورجية ومزارع صغيرة فيها نعناع وبقدونس وشبت. وفي الحوش ده كان ساكن جرو صغير لسه مولود جديد، كان شبه كورة قط، لونه أبيض ممزوج بلطش بني، ديله قصيرة قوي وعينيها كبيرة سوداء فيهم لمعة براءة تخلي اللي يبص له يدوب فيه. الجرو كان بيصحى كل يوم مبسوط، يجري يقول هو 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 هو، يجري ينط يقع يتشقلب يقوم تاني، يهز ديله يشم الزهور، يعض في خرطوم المية، يشرب شوية، يغرق وشه، وبعد كده هو يضحك. كان بيتسلى يطارد الفراشات اللي لونها أصفر وأزرق، وكان يجري ورا العصافير اللي توقع حبوب الزرع، وكان يشوف الخنديق الصغير في نص الحوش كأنه بحيرة عظيمة. وفي نفس البيت كانت ساكنة قطة اسمها لولو، قطة رشيقة رفيعة لونها أبيض ناصع كأنها ثلج نقي، وعليها خطوط رمادي زي اللوحة المرسومة بدقة. عينيها خضرة كبيرة فيهم لمعة مليانة غموض، تبص تحس إنها عارفة كل حاجة، وماشية بهدوء كأنها أميرة مشية عروس في فستان أبيض. لولو كانت تحب تتشمس فوق السور، أو تقعد تبص على الفراشات وهي بتطير، أو تلعب بلغمة حصى صغيرة، وكان صوتها ناعم يطلع مياو بهدوء يخلي الكل يحس بالسكون. الجرو كل شوية يقوم من لعبه، يوقف يبص عليها، يركز في خطواتها، يسمع صوتها ويقول في نفسه يا شوف الرقة، شوف الهدوء، شوف الجمال. الناس كلهم بيقولوا عليها ناعمة ومؤدبة، أنا ليه مش كده؟ بدأ يحس إنه مش كويس كفاية، وإنه لازم يبقى زيها عشان يتحب. وقرر في يوم وهو قاعد يتفرج عليها وهي بتتمدد في الشمس إنه يقلدها. انتظر الجزء الثاني علشان نشوف الجرو الصغير عمل إيه. متنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم كل فيديوهاتنا. شكراً.